فقت كده ولقيته بيتعامل معايا وانا هتجنن. قلت له انت بتعمل ايه يا منيل؟ قام بسرعة وخد هدومه وجري وقال لي انا اسف يا ماما حقك عليا. قلت له ايه اللي انت بتعمله ده؟ هو انت اتجننت؟ قال لي لا انا اسف ومعلش ومتزعليش، غصب عني انا ما كنتش في وعي، واللي حصل ده انا مش عارف حصل ازاي. قلت له يعني انت اللي كنت بتحط لي المهدئات دي كلها في الشاي وانت اللي كنت بتتعامل معايا؟ قال لي ايوه. قلت له لما كنت اصحى كده واقول لك انا تعبانه ليه ومرهقه ليه تقول لي من كتر السهر والاجهاد؟ قال لي صراحه يا ماما انا كنت بشوفكم من خرم الباب انتي وبابا وانتوا بتعملوا كل حاجه وصوتك كان بيبقى عالي، ولما كنت احاول اسيطر على نفسي ما كنتش بقدر. قلت له بتعمل ايه بقى ساعتها؟ قال لي للاسف كنت باجي بعمل كل حاجه مع نفسي، واول ما اخلص اجي ابص عليكي تاني وانت بتاخدي دوش، لان انت كنت متعودة اول ما تخلصي تروحي تاخدي الدوش وتقعدي في الحمام شوية. قلت له يعني انت مضيها بص عليا هنا وهنا وطة في الارض. قال لي انا اسف وحقك عليا. اهلا بيكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني، يا رب تكونوا بخير. انا واحدة مش هقول لكم اسمي ايه، متجوزة من أكتر من 25 سنة وابني عنده 23 ونص، وده ابني الكبير. ومخلفتش غيره كمان، كنت مخلفة بنت بعده وتوفت وهي صغيرة. دلعته الدلع اللي في الدنيا كله وهنيته أحلى هناوة في الدنيا برضه. وكان لما أبوه يشد عليه أتخانق معاه وأقول له الولد مش حملة ولا حمل المرمطة دي ولا البهدلة. كان يقول لي الواد ده هيطلع طري وانت هتبقي السبب في كده. اقول له لا، ابني راجل وهيفضل راجل طول عمره. ايه اللي جرى بقى بيني وبين ابني؟ لما كان بيجي ابوه من الشغل، وابوه معودني من سنين السنين انه يجي من الشغل يتغدى وبعدين يدخل ياخد دوش وندخل انا وهو نريح شوية. بمعنى ايه نريح شوية؟ اكيد طبعا انتوا فهمتوا. الواد كان بيبقى موجود ساعات في الأوضة وساعات تانية يبقى برا. فمرة من المرات كان موجود في الأوضة وصوتي عالي ونسيت قوي ان هو هنا هو موجود، والولد قعد طول الوقت يسمعني وانا صوتي عالي. في اليوم ده كان ابوه بيحاول معايا على انه يخش ويلف من الناحية التانية بتاعة الباب اللي ورا ويخش على المرتبة ينفضها بالعصاية او المنفضة. اتجننت ساعتها وكنت ما بين ان انا مبسوطة وما بين ان انا ما ينفعش صوتي يعلى كده علشان الواد برا وانا عارفة انه برا. اتريه من كتر الصوت العالي ده جه على الباب وبدأ ان هو يتفرج وكده، والمهم ان هو شاف كل حاجة. وبعدها انا رحت اخد دش وهو شاف برضه. فالمهم انا قعدت اقول لا بعد كده انا مش هقف وعلي صوتي كده، مش هينفع، الولد هيسمع وهيبقى المنظر مش حلو وشكلي هيبقى ايه قدامه كده. وحاولت بعد كده ان انا هدي صوتي لما يكون موجود في الشقة، بس هو خلاص بقى عارف المواعيد بتاعتنا وكده وما كانش بيخرج في الوقت ده كتير. اتاريه ابن اللذينة كان بيبقى مصمم انه يقف على باب الأوضة ويتعامل ان هو يشوفنا، يعني يتعمد ويفضل واقف او يقعد ويعمل كده. فضل على كده فترة لحد ما انا ما حسيت ان في حاجة مش طبيعية. كنت بحس ان انا طول النهار تعبانة ودايخة وعايزة انام، رغم ان انا ببقى نايمة بدري، بس لا قادرة اطبخ ولا قادرة اقف في المطبخ وجسمي كله همدان ومش قادرة اتكلم ومش عارفة ايه المشكلة. قعدت على كده فترة وطبعا الموضوع ده زاد معايا جدا في الفترة الأخيرة. كنت طول اليوم نايمة مرهقة وتعبانة ومبقاش قادرة ان انا اقوم من مكاني ولا اتحرك وكده.
فضلت على كده فترة لحد ما حسيت ان انا لازم اروح اكشف. كان جوزي يجي من بره يلاقيني نايمة ولا طبخت ولا عملت، يتخانق معايا ويطلب اكل ويقول لي تعملي بقى على العشاء، وبرضه لا اعمل ولا اسوي واروح انام. يقول لي انا مش فاهم انتي بتنامي كتير ليه وما بتطبخيش ولا بتعملي حاجة وطول الوقت نايمة. اقول له وكمان نايمة بدري، انا مش عارفة كمية الساعات النوم دي انا بجيبها منين. فقال لي تروحي تكشفي بقى وتشوفي مالك. رحت للدكتور بتاع الاعصاب وكده وقلت له انا في ايه مالي. قال لي اعملي شوية تحاليل وشوية اشعاعات والكلام من ده علشان نطمن على كل حاجة وصورة دم كاملة. عملت كل الكلام ده، لقيته بيقول لي بصي بقى انا هقولك على حاجة بطليها احسن لان مضاعفتها هتبقى كتيرة جدا. قلت له ايه هي الحاجة دي؟ قال لي المهدئات والمنوم اللي بتاخديه ده انتي بتاخديه بكمية كبيرة جدا ومن مدة كبيرة كمان. قلت له لا مش صحيح. قال لي يعني ايه؟ قلت له يعني مش صحيح، انا باخدش اي مهدئات ومباخدش اي حاجة تأثر على صحتي، ده انا البنادول لما بكون مصدعة ما باخدوش. قال لي لا، التحاليل موضحة قوي ان انت بتاخدي وبغباء كمان. قعدت اتجنن وقلت مش معقول ابدا يكون ده بسبب المواضيع دي وبسبب كمان هقول لكم ايه يعني، هو بسبب ان انا ابني يكون هو السبب. وبدأت ارجع بالذاكرة كده شوية لما كان بيصمم ان انا اشرب عصير هو جايبهولي من بره ولا قهوة ولا شاي هو يقوم يعملها لي ويقول لي هنسهر سوا، ويدوب اشرب الحاجة من هنا وفي ثانية الاقيني بعد 10 دقايق ولا ربع ساعة نايمة مكاني ولاقيني الصبح في سريري. واقول له ايه اللي حصل؟ يقول لي انتي نمتي وانتي قاعدة وانا سندتك ودخلتك الأوضة. اقول له انا مش فاكرة كل الكلام ده ولا فاكرة ان انت سندتني. يقول لي مش عارف بقى انا سندتك. ومرة تانية انام في الأوضة بتاعتي عادي وهو يكون واقف ولا قاعد في الصالة. يقول لي مثلا انا هسهر شوية قدام التلفزيون وانا ادخل انام واكون نايمة بسرعة جدا. فاليوم ده بقى اللي انا رجعت فيه من عند الدكتور كنت عايزة اكشفه واشوف هو بيعمل ايه وبيعمل معايا كده فعلا ولا لأ. دخلت عند الدكتور وطلعت وروحت. والمهم قعدت كده لقيته جاي من بره واتغدينا وريحنا ومعرفش ايه ودخلت مع جوزي وكده الكلام ده كله. وبعدين جه بالليل بقى وكان جوزي دخل ينام وانا قعدت في الصالة كالعادة وقال لي هنسهر ولا هنعمل ايه. قلت له النهاردة انا مش عايزة انام انا عايزة افضل قاعدة. فهو ما حاولش في اليوم ده، كنت معصبة ومش قادرة اداري، ما حاولش يديني اي حاجة وعدى اليوم ده من غير ما اشرب اي حاجة. وتاني يوم وكده لحد ما قدرت اتمالك اعصابي شوية وقلت اليوم ده لازم اكشفه. وفعلا قال لي هنشرب عصير ونسهر. قلت له نشرب عصير ونسهر. وهو جاب العصير وصبه في الكوبايات وطبعا حط لي فيهم منوم وانا كنت واقفة في الشباك او في البلكونة وكده. والمهم هو قال لي يلا اشربي وتعالي علشان ناكل فشار ومش عارف ايه، انا جايب حاجات كتير. رحت صباه في قصرة الزرع اللي جنبي وعملت ان انا بشربه كل شوية لحد ما خلصته وكده. والمهم اديته كوباية وراح شالها وقعدت شوية. وبعدين عملت ان انا عايزة انام وخدت بعضي ودخلت على الأوضة وقلت له انا هنام. قال لي مش قلنا ان انا هنسهر ولا ايه يا ست هانم، هو كل يوم كده؟ قلت له معلش ما تعوضالك في يوم تاني، بس النهاردة انا مرهقة جدا وعايزة انام. قال لي لا خلاص طالما مرهقة خشي نامي. قلت له طب وانت؟ قال لي لا انا هتفرج على التلفزيون شوية وبعدين انام. يا جماعة ابني ده عنده داخل على 18 سنة، عنده 17 سنة بس. فالمهم قعدت كده بقى شوية وبعدين عملت ان انا رحت في النوم وشوية ولقيته جاي بيهزني كده وبيناديلي، ما ردتش عليه. لقيته هوب مرة واحدة بقى زي يوم ما ولدته ورفع
عندي برضو كل حاجة لحد فوق، ولقيته داخل على الخوخة ونازل فيها أكل، وكان جعان جدا. تقولوش عمره ما أكل، عمره ما داق الأكل. وفضل يتعامل شوية وينفض في المرتبة بالخشبة الكبيرة الشومة دي، وقعد ينفض كتير 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 لحد ما نفضها خالص خالص، وسقاها كمان الحليب كله. وبعدين لقيته قام كده، وبعدين ايه بقى وهو في الوضع ده، مع اني كنت مستمتعة عاملة ان انا نايمة، وعملت بقى ساعتها ان انا صحيت فجأة، خصوصا يعني انه كان احسن من ابوه. ابوه كبر وما بقاش يستحمل، ويدوب اخره 5 دقايق، لكن الواد كان فاهم وعارف هو بيعمل ايه كويس قوي. والمهم ان هو فعلا فعلا يعني متعني الوقت اللي انا كنت فيه معاه. بس لما صحيت نزلت فيه ضرب، وقعدت اصوت وازعق، وهو قال الكلام اللي قلته لكم في بداية الفيديو، وقال انا اسف يا ماما، حقك عليا، مكنتش اعمل كده تاني، وانا المفروض دلوقتي ابلغ عنه واروح القسم باللي هو بيعمله فيا ده، واقول لابوه كمان. وانا ما بقيت دلوقتي ما بين نارين، لا انا عارفه اكل ولا اشرب ولا انام. والولد من يوميها وهو عند امي، وما قالهاش ايه اللي حصل ولا ان هو عمل ايه. قالها بس ماما طرداني من البيت علشان خدت مبلغ كبير ورحت بيه المصيف مع اصحابي من وراها. فلما ماما كلمتني وقلت لها قالك ايه، قالت لي الحوار ده. قلت لها ايوه فعلا ده اللي حصل، وقالت لي سامحيه ومعلش واول مره ومعادش هيمد ايده تاني والكلام ده. لكن انا لا قادره اقول لها الحقيقه ولا اقول لابوه، ولا عارفه كمان اسكت، علشان خاطر الولد لازم يتربى ويتأدب. وبقيت كده ما بين نارين، نار انه ابني وهتحرم منه وممكن يتحبس لو انا قلت لابوه وراح بلغ عنه، ونار انه هو مستقبله هيضيع كمان، واني لو ما بلغتش عنه الولد ممكن يكررها او يعمل كده مع حد بره لو خاف مني وقرر ان هو ما يعملهاش معايا تاني. انا مش عارفة اعمل ايه ولا اتصرف ازاي، فقلت اقول لكم جايز حد منكم ينصحني ويقول لي اعمل ايه. انا تعبانة جدا ومحتاجة نصيحة. حلقتنا انتهت، لكن فيديوهاتنا لسه ما انتهتش. لو عجبتكم الحلقة النهاردة اعملوا لي لايك واشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وياريت تقولوا لصاحبة المشكلة تعمل ايه، هي موجودة معانا في القناة وهتقرا التعليقات كلها، وعايزة تعرف رأيكم ايه وتعمل